حبايب فاطمة، علبة الفكة، الفلوس الصغيرة بتعمل المعجزات. الفيديو ده مش صدفة، يمكن يكون جالك النهاردة علشان تفهمي ان الفلوس الصغيرة اللي ساعات بنستقل بيها هي ممكن تغير حياتك. بص يا ست الكل، احنا ساعات بنقول دي فكة مش هتعمل حاجة، لكن لو قعدنا نحسبها بالعقل هنلاقي ان الفكة دي ممكن تبني مستقبل. هحكي لك حكاية صغيرة. كان في ست بسيطة زي كده وزيك وزي ناس كتير، كل يوم جوزها بيرجع من الشغل معاه شوية فكة. بدل ما الفكة دي تضيع في أي حاجة ملهاش لازمة، قالت طيب ما أجمعهم في علبة واشوف يمكن أجيب حاجة. بدأت تحط الفلوس الصغيرة دي اللي بتفضل في ايديها او من جوزها، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، لحد ما عدى شهر لقت العلبة محترمة. كملت شهرين و3 وفي اخر السنة اشترت غسالة جديدة من غير ما تستلف، من غير ما تحرم نفسها من حاجة، بشوية فكة. شوية فكة كانوا السبب في سعادتها. لما فتحت العلبة ولقت الفكة ما كانتش مصدقة من المفاجأة اللي هي شافتها، المبلغ الكبير. خليها علبة طوارئ، علبة حلم، حتى لو علبة لنفسك تجيب اللي نفسك فيه. يعني لو نفسك في حاجة معينة ليك أو لبيتك، خدي عهد على نفسك إنك تحوشي الفكة. صدقيني الإحساس إنك بتشتري حاجة كبيرة من مجهودك الصغير بيبدأ بفرحة ما بتتوصفش. وعلشان أكون صريحة معاكي، الموضوع محتاج صبر. ساعات هتقولي ايه هيعمل الجنيه ولا ال2 جنيه، بس افتكري ان البحر ما هو الا نقطة فوق نقطة. جربيها من النهاردة حبيبتي، علبة صغيرة وحطي فيها فكة اللي تفضل منك، وبعد 3 شهور بس ابعتيلي وقوليلي لقيتي كام فيها وهتعملي ايه بالمبلغ. وعلشان نختم برسالة لقلبك، التوفير مش بس فلوس، التوفير كمان احساس بالامان. وكل ست عاقلة تقدر تحول الفكة اللي الناس بتستقل بيها لفرحة كبيرة ليها ولبيتها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في قناتي مطبخ وحكايات فاطمة، علشان نكمل سوا سلسلة التوفير ونشوف ازاي نوصل لكل اللي نفسنا فيه خطوة بخطوة. وصلي على الحبيب قلبك يطيب.